نسولو في واحد البودكاست واحد السيد سمعتو صوت وصوره. الا كانت كاس افريقيا وكتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم كاس افريقيا بمشيئه الرحمن بالمغرب، واش غتمشي للمغرب؟ فالسيد جاوب، غادي نعطيكم الجواب ديالو، سمعتو عاود كررتو باش ما نزيد عليه ما ننقص. قال له بانه الا تفرض عليه من الواجب المهني بانه يجي يدير دوره في المغرب فغيجي. علاش؟ لانه لم يسئ في اي يوم من الايام للمغرب، ولم يسيء في اي يوم من الايام لعرض مغربي او مغربيه، وقال بان اللي كيخاف على العرض ديالو هذا كلامه، وله الحق في التعقيب. وانا مرارا وتكرارا ناظرته وتحديته من واجب ريادي ومن منطلق صحفي تجاه صحفي، واقامه الحجه بالحجه على اننا في السياقات السابقه اللي كانت فيها العديد من الملفات، يعني ديال كره القدم المغربيه او الجزائريه، لا في الشان لا في قصه الطائره والخط الجوي المباشر ولا في تنظيم الكان، كنا نتكلم وكنعطيه، ولكن لم يرد. فقال بانه ما يسمحش لانه اللي كيمس عرضه يمس عرض الناس، وقال بان علاقته مع المغاربه جد متميزه منذ 3 عقود، منذ 30 عام، وكتربطوا علاقات قويه بهم، وبانه لا جاي يدير كاس افريقيا فغيديرها المغرب وهو سعيد بهذا الشيء. الى هنا ما غنزيدش الا على هذه الحاجه هذه. وهذه الجمله البسيطه جدا اللي فيها دقيقه ودقيقه ونص حملت الكثير من الحوايج اللي ما غنقولش محموله على الكذب، لان ذاكره الكذب قصيره جدا. ويقولون ما كنهضرش عليه، انا كنهضر بشكل يعني احاله على الناس اللي كتكذب، تيقول لك تبع الكذاب تاع باب الدار، او الكذاب خليه يكذب وعاود سولو غتلقاه سقط في الشرك، والشرك هو الفخ ديال الصنيعه ديال الكذب ديالو. انا ما غير مؤهل باش نقول له يدخل المغرب ولا ما يدخلش، لان المغرب كان دائما فاتح الاحضان ديالو للجميع. المغرب اشتهر بلازمه بلد التسامح والحضارات والانفتاح على كافه الاديان السماويه. المغرب عرف بخطاب صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باليد الممدوده، اللي كررها في الكثير من الخطابات ديالو خاصه الجيران والشعب الجزائري، وهذا الشيء تكرر في كثير من المرات. ما غنكونش انا انصب نفسي باش نقول له تدخل ولا ما تدخلش واش عندي، ولكن غنهضر على هذا السيد هذا، واش سبق له سال المغاربه ولا ما سالش، واش هذا السيد فعلا عمرو سال العرض ديال المغاربه. ففتشت، يكفي ان تضغط انت اللي كتفرج فيا في هذا الفيديو، واكرر بانني ضابط اللسان ديالي، لانني ما كنديرش المونتاج للفيديوهات، كندير الفيديوهات بتلقائيه وبعفويه وبارتجال. فعدت الكوارث اللي دارت ضدنا من قبل كورونا الى غايه اخر فتره في الشان، والقصه ديال الكان والتنظيم وتهريب الكاف وتهريب المقر ديالها. انا ما نهضرش على ما بينه وبين فوزي القجع، لان كنت كنخليه يهضر 3 4 5 المرات على فوزي القجع، والسادس ساعات كنرد عليه ملي كان تيتناول اسم المغرب. انا كنهضر عليه ملي كان تيتناول العرض والكرامه والشرف، ولا هضر على المغرب. القجع فران وقد رد عليه مرارا وتكرارا، شغلو هذاك بيناتهم، ولكن انا كنهضر على المغرب، ما كنقولش شغلهم، لانني رديت عليه مرات ومرات ملي كانت كيخوض في واحد رئيس جهاز اللي كيحمي مصالح كره القدم المغربيه وفق اليات مؤسساتيه كنت كنوضعو عند الحد ديالو. ولكن الا يذكر معي هذا عبد الحفيظ الدراجي، وان كان ينصت واللي ما سمعش يطاقيه، يوم اساء لمغربيه في العرض ديالها عبر ميسنجر بعبارات بديئه قدحيه تشمئز منها الانفس وتعافها الانفس الطاهره الزكيه، وتوجهت له في منتصف الليل وقلت له، كان داك السكرين باقي موجود لك السيده التي كانت تمثل المغربيات العفيفات، وتوجه لها بعبارات بديئه. كان العديد من الزملاء اتصلوا بي من الباقه القطريه لانهم حداه ما لقاو ليه جد، واتصلوا وتحدثت انا ونبت عليهم وتوجهت له، قلت له عيب وحرام على شخص بالشيبه ديالو وفي السن ديالو وفي الموقع ديالو ينزل داك المستوى ومسح داك السكرين. ولكن السيده تشبتت بالاقوال ديالو وتحدثوا، وكان واقع تفرض عليه وبتاكيد الكثير من المرات. هذا عرض يقول بانه لم يسئ العرض. وحين كنتحدث على امراه فهي تمثل المغربيات في مشمول العام، لان السيد زار اكادير، وزار مراكش جامع الفنا، وزار الدار البيضاء، وزار الرباط، وزار فاس، وزار تيزنيت. وقلت لكم في كثير من المرات المس واحد الكرم حاتمي عند خوتنا المغاربه، كاين اللي ذبح له المعزي وهو داك المعزي هو اللي عنده، وهادو ناس كانوا راسلوني بهذا الشيء. ركبوه في الباطو، دوزوه في اكادير، دوزوه في المرسى، دوزوه في مارينا، شاف اللي ما شافش، اللي عنده القليل عطاه واللي عنده الكثير عطاه، من الكرم الحاتمي الذي لا نمن به عليه. وعنده فيديوهات موثقه يقول وما شاهدت عين وما سمعت اذن، داكشي اللي شفت في المغرب والكرم ديال المغاربه قبل ما يتبلا بالله اعلم شي حاجه اللي كتخليه يقول ويهلوس وينسى ما يقول. هذه الاولى. فقصه الوليدات ديالنا اللي كانوا تكرفصوا في ذاك الالعاب اللي كانت عندهم في بلادهم وليدات صغار، درجه التهيج ودرجه التوتر والشحن اللي طبعت ديك المباراه ديال وليدات قاصرين صغار
تحمل فيها جزء كبير من المسؤوليه، على اعتبار انه كانت المقدمات هي الاشياء التي كان يكتب وينشر. وانا قلت، ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم والكاف كانوا اكدوا على ان هناك توابل كانت سبقات ومهدت لذاك المباراه ديال وليدات صغار قاصرين كيلعبوا البالون، فاذا بهم واحد يسحل الاخر والثاني كما جا واحد الامام امريكا وكنسالوا في الجزائر وقالوا بان بيننا وبينهم ابناء عمومه وخاوله، يعني خوال وعمام ونساب ومصاهب، حرام هذا الشيء. ورجعوا له واحد الباس وما جاوبوش، قال له هل تعتقد بانك من اسباب هذه الفتنه؟ هذا امام وعلامه امريكي كان جاو كنسولوا واحد الاسئله في الجزائر وهو هرب من نفسه وربأ بنفسه وهنا ما جاوبوش لانه تحرج. غير داك الوليدات الصغار، داك الشكل اللي وقع داك طه بن غزيل والوليدات ديالنا ما عمرها غتنسى عليه. ورجعوا للمقدمات وشوفوا علاش. القصه ديال الخط الجوي ديال المشاركه ديالنا في الشان، وكنهضروا باننا كنلعبوا كره القدم، واقول له الدراجي كصحفي رياضي هرب بنفسك عن ان تكون بوقا او ناطقا رسميا بالاسماء ديال الاخرين اللي ما غنذكرهمش، وبقى في الشق الرياضي ديالك. المغرب والجزائر غيلعبوا كره القدم في دوره الشان، والمغرب داو جوج ديال النسخ وغيجي يلعب الكره في بلاد الجزائر ككره، بعيدا عن السياسه والقرارات السياديه. قال بالحرف وكتب ودون بانه لا مجال باش تفرض علينا قرار سيادي ونغلقوا المجال ونسدوا الحدود، واللي بغى يجي يدير رومبو في موريتانيا او يديرها في تركيا او يديرها في شي دوله. وكان يتباهى النهار اللي تفرض القرار ورئيس الجامعه فوزي القجع وباتريس موتسيبي. شوف راه باتريس موتسيبي كنتلقى وعد، وانا التزم امامكم التزاما اخلاقيا ومهنيا وتحمل مسؤوليتي الكامله. جا اتصل بالقجع هنا وقال له عندي وعد شرف من الاجهزه الكبرى ديال رئيس الجامعه الجزائريه وديال الدوله بان المغرب غادي يمشي بخط مباشر. التدوينات اللي دار، لي بودكاست اللي كان تيدير، لي لايف اللي كان تيدير، ساهم في التهيج وردهم بانهم الا دخل المغرب غيكونوا في سياق الصوره المنهزم. طورات الاشياء ورجع عندهم باتريس موتسيبي وقالوا له لا ما غنعطيوكش باريكري. وجا القجع هنا والوليدات الطياره مديماريه مع 6 الصباح هنا في مطار سلا الرباط، وبقات مديماريه الموتور حتى ل 10 الصباح. جا باتريس موتسيبي وجاني انفانتينو والقجع قال له ها الوليدات جالسين كيتسناو هنا في البهو ديال او في الردهات الباحه ديال الاستراحه، واش هاد الوليدات جبتي له الاحداثيات؟ هذه الطياره غطلع للسماء، الا طيحتوها شكون اللي غيحمل المسؤوليه؟ شكون اللي غيتحمل؟ ما تقوليش كلام شرعي، لان باتريس موتسيبي قالوا انا كنتحمل، قالوا انت تتحمل. ولا انفانتينو حنا كنعرفوا بكلام المؤسسات الملاحه الجويه لها احداثيات جويه. هذاك الطراجيات ديال الضوء الاحمر ولا الضوء الخضر ولا ما عرفت داك الشيء، داك المدار الجوي اعطيني ما يفيد بانها خصها تجاوز وتدخل التراب الجزائري عبر وثيقه رسميه اللي غنرسلوها للمنظمه الامميه، لان هذه طياره مغربيه ولا غدا ولا بعد غدا تولي تسمى محاصره ولا مرهونه. كيفاش نديروا حنا نوليو ضحكه؟ فما عطاش، وحنا لاننا نؤمن بقرارات المؤسسات ما مشاتش وبقات خصها عند القجع. وداك الوليدات المحليين ملي ما مشاوش حتى هي ما غتنساش، وكان هو سبب احد اسباب التهيج. ورجع وكتب يتباهى بانه الجزائر فرضت القرار السيادي ديالها وستفرضه، واللي ما عجبوه الحال يشرب البحر وما الى ذلك. النسخه التاليه في المشاركه ديال المنتخب ديال الناشئين الامور تطورات، كان لازم نمشيو بخط جوي مباشر، ما مشيناش. ودخل جاني انفانتينو لقى حل الوسط ومشينا بالخطوط الرومانيه ولكن مباشر، ما مشيناش بالخط ديال الاراب. ومع ذلك فاحنا قلنا بان 50% حنايا و50% هو، وتباهى قال بان الخطوط الرومانيه جات ماشي الخطوط ديال الارام وعدوه انتصار. الا جيت نغوص فيما كان يعدوه هذا الشخص انتصارات وفتوحات وهميه ضد المغرب، كيف له يقول بانه ظل يحترم المغرب ولا يسيء له؟ انا فقط اخجل من نفسي، ما بغيتش نذكر العلاقه ديالو مع الصحفيين والزملاء ديالو المغاربه. واش عمركم شوفوا له لي فيديو ديالو؟ طاقي هو سميتو شحال من مره هضر على الركراكي وعلى فوزي القجع وعلى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعلى تهريب الكان وعلى تهريب الكاف الى مقرها في الرباط وليس القاهره، وعلى الخوض في الكواليس وعلى الخوض في قسامه وعلى الخوض في اشياء اخرى اللي جرت الزميل ديالو اللي كان معاه سابقا الاخضر بالريش وجرفو حتى هو لهذا السياق، واشياء كثيره وكثيره وكثيره جدا. واش عمركم سمعتوا محمد عمور رغم موقفه الاستراتيجي القيادي الحساس داخل البيئه السبور هضر على المنتخب الجزائري، او خاض في جمال بالماضي والاخفاق ديال بالماضي في الدوره ديال الكامرون، او الاخفاق في هذه الدوره، او زميلنا السبتي او زميلنا يوسف ايت الحاج او يوسف شيبو او اللاعب بنيج او المحللون المغاربه؟ اعطوني بالله عليكم مغربي دار لي بودكاست ولا تهضر على الجزائر، غير عطيوني وحرجوني ولا واحد. عطيوني كم من مره هضر اليوم مؤخرا راه تهضر بواحد اللغه ديال التهكم، الركراكي المتذبذب، ابراهيم دياز، حوايج لامين يامال اللي فرح بانه لعب. انا هذه الامور ديال الكره لا تغريني ولا تثيرني في شيء، داخله في الكره جلده ومنفوخه بالريح.
ولكن قلت هذه أشياء تعكس كل إناء يرشح ويفيض ما بداخله. وبالتالي كانت هذه الأشياء كتبدا لكم نتوما، وأنا أشهدتكم أن تكونوا الحكم والفيصل لا تسيئوا للمغرب، فأنا سأعتذر وأقول بأن هذا السيد على حق وأنا على باطل، والله أعلم. لكن أنا اليوم كنقول لك، هل هذا السيد اللي كيقول لك عنده 30 عام ديال العلاقة مع المغاربة، قول لي هل يكلم الزملاء ديالو المغاربة في البي إن سبور؟ واش كيقراو عليه سلام الله؟ ألم يتعرض في ردهات ديال الدخول والخروج ولا يسلم على أحد من فرط القلق والانزعاج ديال هاد الزملاء من التجاوز ديال هاد السيد اللي كان قال له الزميل السبتي، قال له الذخيرة غالية والصيد سهل لا يستحق باش تضرب عليه خرطوش، وكان كلام بليغ وكلام ديال الأدباء الفطاحلة. أنا كنسائل معكم وكنقول بأنني مستغرب تماما، وحطيت لكم هادشي ونتمنى نكون لم أسيء بأي شكل بديء أو فض في غمرة هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله العفو والعافية في غمرة هذه الأيام وهذه المكرمات هذه العشر الأواخر. أسأل الله أن نكون ممن قام وسامع إيمانا واحتسابا، والله يغفر لنا وله. ولكن أنا هضرت، إلا قال لك هو جاي للمغرب وبغى يدير دورة، أنا ما عنديش حتى شيء، أنا كنهضر على راسي. أنا اللي تلاقيته ما نقراش عليه سلام الله، قد أبدو له في صورة النكرة أو الشخص اللي ما ولكن أنا كنتحدث على منطلق، على خاصية ديالي. إلا جا راه غيدي ما يعاود، وغيعرف ربما بأي ذنب باء وبأي وزر تحتمل وتحمل فوق الأكتاف ديالو، وغيزيد يعني لا عنده ضمير، غيتأنب الضمير ديالو لأن غيلقى فينا حوايج ديالي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. فصدقا أنا مستغرب تماما. تفرجت غير واحد الفيديو ديال رؤوف خليف، صاحبو تونسي. رؤوف خليف هذا رؤوف خليف استقبلوه من بعد ما بقاش في البي إن سبور ومشى للباقه السعوديه، فقال لهم انا كنستغرب من هذا الشخص بالتطاول ديالو عليا انا كشخص كرؤوف خليف وعلى زميلنا الشوالي، وقال بان الكعبي فطاحله التعليق. شو هو الزملاء؟ واش عمركم شفتوا رؤوف خليف ولا الشوالي ولا الكعبي ولا ايمن جادع ولا الناس اللي كانوا في البي إن سبور تيخوضوا في السيره ديالنا بحال هذا الشكل اللي تيخوض هذا السيد هذا في كثير من المرات باشكال فضه، لدرجه انه تيقول لك ما ساش لينا، راه في واحد الوقيته راه بغى يعزلنا في واحد الرواق ضيق باسم القومجيه في القضيه العربيه المعروفه اللي هي القضيه الفلسطينيه، وبغى يبين لنا يشيطنا منين كان البطوله العربيه اللي ربحوها هما والشكل الكوفيه والطاقيه وحوايج. وحنا قلنا له رجعوا على الله، راه المواقف ديالنا في نصره هذه القضيه باينه وبارزه ويعرفها القاصي والداني، قولا وفعلا، قولا وفعلا، قولا وفعلا. وما نمنوش على الاخوان، نسال الله لهم النصر والتمكين، ولكن هو حاول يجيش ضدنا بزاف ويظهرنا في مظهر الشيطانه. أليست هذه الأشياء إساءة؟ فأنا ما كانش إساءة، أنا أجدد وأكرر اعتذاري، تنقول له لا جناح غير ما عنديش دخل في هذا الشيء، فقط تمنيت يكون هذا الرد شافي كافي بكثير من اللبقة. رؤوف خليف هضر عليه وقال له بأن هذا السيد هذا حمل في صدره لينا واحد الكثير من الحقد، وكثير من هذو الزملاء له واللي شاف منهم هذه الفيديوهات، وتحت عندي فرصة بأنهم تشافوا كثير عند الزملاء في البي إن سبور. فأنا ما علي إلا نقول الله أعلم، حنا ربما غالطين، ولا ان هذا السيد على صواب، او ان ذاكرته قصيره، وانه مرفوع عنه القلم وحجر عليه كيقول شي حوايج وكينساها، علما ان الامور كلها موثقه ومضبوطه وكاين. فالخوت المغاربه ما بغيتش نعاود نهضر على هذا السيد هذا بتاتا، ونتمنى نكون هضرت في سياقات مطبوعه بالادب والاحترام واللباقه، ولن اكون تجاوزت المدى ديال الرفث والفسوق والعياذ بالله، واستغفر الله واتوب اليه ان كنت يعني ولو طحت، لان هذا الجرام ديال اللسان كيطيحنا في شي حوايج. ولكن من منطلق كنعرف بان الامانه والثقه ديال شي حوايج اللي غتهضر على بلادي يجب ان انتصب وادافع وارد. وقلتها في السابق وانتم عارفين، اللي عارفين هذه القناه نهار تنشات وان عاد عدنا. فعاش الملك وعاش المغرب وعاشت بلادنا امنه مطمئنه سالمه، ولله الحمد والشكر على هذه المكرمات. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.